بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه مايكل وهو بيقضي اجازته بعد ما تقاعد من الشركة اللي كان شغال فيها قاتل مأجور، لأن كل أعضاء الشركة بيكونوا ملزمين إنهم يتقاعدوا لما يوصلوا عند سن ال50. لكن فجأة بيتضرب عليه طلقة وبيهجم عليه فريق من القتلة وبيقتلوه، وهنعرف الأسباب بتاع الموضوع ده قدام. وبعد كده بنروح لبطل الفيلم واللي اسمه دانكن والملقب بالقيصر، وبيكون عنده فحص شامل على جسمه وتقريبا ما بيكونش فيه حتة في جسمه ما اتكسرتش قبل كده، وجسمه بيبقى مليان جروح وغرز وبيكون خلاص قرب على ال50 ولسه كام يوم ويتقاعد. وبعدها بيخلص مع الدكتور بيروح على المحاسب بتاعه واللي بيقول له إن راتب التقاعد بتاعه هيكون 8 مليون دولار، وبيطلب منه شوية معلومات عشان يخلص الورق بتاعه. وبعدها القيصر بيقول له يتبرع بقيمة 200 ألف دولار زي كل سنة على نفس المكان، وما تنساش حتة التبرع دي لأن احنا هنحتاجها قدام أو في آخر الفيلم عموما. وبعدها بيروح يقابل واحدة اسمها فيفيان وبتكون نائبة رئيس الشركة اللي هو شغال فيها، وبيسألها ايه اللي حصل لمايكل اللي هو اتقتل في أول الفيلم ده. فبتقول له ان مايكل هو رابع واحد يتقتل من الشركة خلال الشهر ده، وانهم حددوا الشخص اللي قتلهم وبيكون واحد مكسيكي اسمه بيدرو. وبتقول له ان مهمة قتل الشخص ده هتكون المهمة الأخيرة ليك قبل التقاعد، بس هو بيرفض. فبتقول له ان رئيس الشركه طلبك انت شخصيا عشان تعمل المهمه دي، ولان هو طبعا ما بيعبرش حد فبيرفض تاني وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح يشتري شويه حاجات من السوبر ماركت. الراجل طبعا يعني بقى متقمص دور المتقاعد خالص خلاص. وبعدها بيخرج من المحل وبيقابل واحده بتبيع كلاب وبتقعد تقول له قد ايه الكلاب دي جميله وحيوانات لطيفه، فبيقول لها ان هو اصلا ما بيحبش الكلاب. وافكس بقى لكل الكلام اللي هو قاله ده، في المشهد اللي بعده بنلاقي الكلب معاه في العربيه وبياخده وبيروحوا البيت. وبعدها بيتفرج على التلفزيون وبياكل الكلب وبينام، وهو نايم بيحلم بمهمه قديمه هو عملها وبيقوم مفزوع، فبيقوم قاتل الكلب من غير ما ياخد باله. وبعدها بيدفنه وبيتخلص من كل حاجه تخصه، وبيبقى طبعا زعلان ان هو عمل الغباوه اللي هو عملها دي. وبعدها بيبص جنبه فبيشوف جارته يعرف تقطع الخشب وما بتبقاش عارفه تقطعه خالص. وبعد كده بيروح محل وبيشتري سمكتين عشان يشغل نفسه بيهم بدل الكلب اللي مات. وبعدها بيروح البيت بيقعد قدام السمكتين اللي هو اشتراهم، وجارته بتكون لسه راجعه من الشغل وبتلاقي الخشب يا عيني كله اتقطع وبقى مرصوص جنب البيت. وبيكون القيصر قاعد وبنستنتج ان هو اللي قطع الخشب، والشركه بتقعد تبعت له رسائل كتير عشان يعمل المهمه. فبعد ما بيزهق بيقوم رن على فيفيان عشان يشوفهم عاوزين منه ايه، وبتقول له ان رئيس الشركه مصمم ان انت اللي تنفذ المهمه وبتعرض عليه 2 مليون دولار. فبيروح مطلع شريحه تليفونه وبيكسرها. الحركه دي بيعملها مع اي حد بيتكلم معاه على التليفون عموما عشان ما حدش يقدر يتتبع مكانه. وبيروح حاطط شريحه تانية وبيرن عليها وبيكمل معاها الكلام وبيقول لها ان هو موافق، وبيقول لها تبعت له المعلومات الخاصه بالمهمه. وبعد ما المكالمه بتخلص بتكون قاعده مع رئيس الشركه واللي اسمه بلوت، وبتقول له ان انت كده بتلعب مع الشخص الخطا، لان القيصر لو عرف الموضوع ده هيقتلنا كلنا. فبيقول لها ان هو يبعته في المهمه دي وهيقتله هناك عشان هو مش هيدفع 8 مليون دولار لواحد يعني لسه طالع على المعاش. وبعدها بنشوف القيصر وبيكون بيشوف معلومات العمليه اللي مبعوتها له وصور الراجل اللي هو هيقتله. وبنروح لبلوت تاني وبيكون عامل اجتماع مع شويه رجال اعمال عشان ايه يعمل شراكه معاهم والكلام ده، بس هما طبعا بيقولوا ان الشركه عليها ديون وان الشراكه دي مش هتنفعهم باي حاجه. فبيقول لهم ان هو متحكم في المعاشات بتاعه افراد الشركه واللي بتساوي 29 مليون، واللي هتكون كفايه جدا انها تحل الازمه بتاعه الشركه. وبيقول لهم ان هو يضمن لهم تماما ان كلهم هيموتوا وهو هياخد الفلوس بتاعه المعاشات، لان في قانون في عقود شغلهم ان القطع المأجورين لو ماتوا اثناء الشغل الشركه بتستحوذ على راتب التقاعد بتاعهم. وفي الوقت ده بنشوف القيصر وهو مسافر عشان ينفذ المهمه، وبيتنكر في زي عامل صيانه وبيروح وبيستخدم الشنيور وبيبقى صوته عالي فشخ. وفي الوقت ده الراجل اللي هو جاي عشان يقتله بيتضايق جدا من الصوت وبيتعصب وبيخرج عشان يشوف الصوت ده جاي منين. وبيلاقي القيصر لسه شغال والصوت عالي برضه، فبيروح بكل غباء شده. وعينك ما تشوف الا النور بقى، القيصر بيروح شده ولازقه في الحيطه ومدبسه بمسامير في ايده وفي رجله، والراجل ما هوش فاهم ايه اللي بيحصل وبينده على رجالته. فالقيصر بينزل على الارض وبيموت كل الرجاله اللي بيشوفها، وبعدها بيخش الاوضه وبيلاقي ملف فيه صورته وبيخرج لبيدرو طبعا وبيقول له مين يا اسطى اللي قال لك تقتلني. فالمعلم بيقعد يبربر وبيتشحتف وبيقول له والله يا اسطى انا ما اعرفش، انا باخد المهمه وبنفذها من غير ما اعرف مين اللي عاوز يقتل التاني. وساعه ما القيصر بيتاكد ان هو خلاص ما بيكذبش بيروح ضربه طلقه في نص دماغه، وبعدها بيصوره وبيرن على فيفيان وبيفكرها بالمهمه اللي هي قالت له عليها، وبتقول له ان احنا لسه عند اتفاقنا مليون قبل التنفيذ ومليون بعد ما تخلص المهمه. فبيروح قايل لها خلاص حولي المبلغ الاولاني، فبتحوله له وبيروح قايل لها ان هو خلص المهمه. ففيفيا طبعا بتتصدم وبيقوم باعت لها الصوره وبيقول لها تبعت المبلغ الباقي خلال 24 ساعه، ويقول لها ان في حد عمل له كمين وبيتمنى ان ما يكونش لها ايد في الموضوع. فهي طبعا بتحاول ترد عليه فبيقول لها ما تتصلش عليه تاني، وبيقوم قافل المكالمه وبيكسر الخط. ففيفيان بتجري وبتروح لبلوت وبتقول له ان خطه قتل القيصر فشلت وان انت دلوقتي لازم تدفع له الدفعه الثانيه من الفلوس. فبلوت طبعا بيقعد يهجص ويقول لها مش دافع والكلام العبيط ده. ففيفيان بتقول له يا اسطى انت لو ما دفعتش القيصر هيخلي حياتنا كلها جحيم وهيعرف ان انت اللي كنت بتخطط عشان تقتله. فطبعا بيروح راجع في كلامه وبيخليها تدفع له وبيقول لها ان هو يبعت فريق النخبه بتاعه عشان يقتله.
وفعلا الفريق بيبدأ يشتغل على طول وبيروحوا للمحاسب بتاع القيصر وبيهرسوه ضرب عشان يطلعوا منه اي معلومة توصلهم للقيصر، بس المحاسب طبعا بيرفض وبيفضل يقاوم في الاول، فبيكملوا عليه ضرب لحد ما بيعترف وبيروح عاتله من الملفات بتاعته، ولان خلاص طبعا ما عادش في منه فايدة بيروحوا ضاربينه طلقة في نص دماغه وبيمشوا. وبعدها القيصر بيروح يشتري شوية حاجات عشان عيد ميلاده الخمسين، وبتكون جارته كاميل هناك وبتتكلم هي وصاحبة السوبر ماركت عن الخشب اللي لقيته متقطع ومحطوط جنب البيت، وبيسألوه اذا كان يعرف اي حاجة عن الموضوع، فهو طبعا بيعمل نفسه عبيط وبيقول لهم لا والله ما اعرفش حاجة. وبعدها كاميل بتروح خارجه من المحل وبتروح تقعد في كافيه، وهو بيخرج هو كمان فبيبص لها فبتروح مسلمه عليه. وتاني يوم القيصر بيبقى قاعد في المطعم وكاميل بتوصل المكان وبتقعد تتكلم معاه وتقول له انها ما كانتش تعرف انهم جيران وان المكان حلو وان المكان هادي والكلام ده. وفي الوقت ده الفرقه برضه بتكمل تدوير عليه في البيوت بتاعته اللي موجوده في الملفات، وبيروحوا وبيخشوا واحد من البيوت بتاعته وبيلاقوا فيه شويه شباب كتير قاعدين وبيقعدوا يسالوهم عن القيصر، وطبعا ما بيكونوش عارفين اي حاجه عن الموضوع لانهم شويه شباب لقوا البيت فاضي فراحوا قعدوا فيه، وكل ما واحد فيهم يقول لهم ان هو مش عارف حاجه بيروحوا ضاربينه طلقه في دماغه، ولما بيوصلوش لحاجه بيسيبوا المكان وبيمشوا بعد ما بيخلصوا على كل اللي فيه. وبعد كده بيكون القيصر قاعد هو وجارته كاميل وبيتكلموا وبتساله انت شغال ايه، فبيقول لها انه كان شغال في دار جنائز وكان بيدفن الناس اللي هي بتموت في امريكا بس هم من بره امريكا، وان هو سافر 99 دوله بسبب الشغلانه دي، فبتقترح عليه ان هو يدرس للاطفال اللي في المدرسه عندها ويديهم خبره في الحياه عن البلاد اللي هو راح زارها، فبيقول لها ان هو اصلا ما بيعرفش يتعامل مع الاطفال. وبعدها بيروح المدرسه وبيقف قدام الاطفال وبيكلموا عن السكاكين وازاي يستخدموها، والعيال طبعا بيبقوا قاعدين بيسقفوا وما تفهمش ما بيسقفوا ليه، وبعدها بيقعدوا يسالوه عن البلدان اللي هو زارها وبيجاوب على كل اسئلتهم. وبعدها بيخرج وكميل بتساله الموضوع ايه مشى كويس ولا لا، فبيقول لها اه الموضوع تمام، والعيال حبوا الخناجر فشخ. وبعدها الفرقه بتكون وصلت لبيت تاني من بيوت القيصر وما بيلاقوش حاجه برضه، وبس بيلاقوا الراجل التخين ده، فبيرنوا على فيفيان وبيقولوا لها انهم مش لاقيين حاجه برضه، فبتقول لهم ما تتصلوش عليا تاني الا اذا كنتوا عارفين مكانه والا هموتكم كلكم. فبيقفل معاها وبيروح ضرب الراجل كام طلقه وبيبقوا خلاص ماشيين، لكنه بيطلع لسه ماتش بسبب الدهون باين، فبيتعصبوا عليه وبيطلعوا كل الاسلحه اللي معاهم وبيفضوها فيه. وبعدها بيروحوا وبيراجعوا الملفات من اول تاني يمكن يوصلوا لاي حاجه عن مكان القيصر بدل ما فيفيان تفشخهم. وبعدها بنشوف القيصر وهو رايح لكاميل وبيكون معاه هديه وبتكون مسدس، وبيقول لها ان هو جاب لها الهديه دي لانه حس ان هي ما بتحبش الخناجر فجاب لها مسدس، فطبعا بتتفاجئ لان ما فيش حد بيجيب هديه مسدس لحد، وبتقول له انها ما مسكتش مسدس قبل كده اصلا، فبيقول لها ولا يهمك انا مسكت مسدسات قبل كده وهعلمك عادي. وبعد كده بنرجع للفريق تاني وبيلاقوا شيكات التبرعات وبيعرفوا انها اتبعتت من مكان اسمه مونتانا. وتاني يوم القيصر بيجهز المكان اللي هيدرب فيه كاميل وبيفهمها ازاي تمسك المسدس وازاي تستخدمه، وبيحط الطلق في المسدس وبيديهولها. واول ما بتمسك المسدس بتقعد تعيط وتترعش، فبيقول لها خلاص مش مشكله عادي هنرجعه وهنرجع البيت عادي. فبعد ما بيقعدوا وبتهدى شويه بتحكي له عن طفولتها وبتقول له ان في شخص اذاها وهي بتحلم باليوم اللي هتشوفه فيه عشان تقول له على كل المعاناه اللي هو سببها لها وبعدها تقتله. وفي اليوم اللي بعده بيروح عشان يجيب هديه تانية لكاميل بدل المسدس وبيخرج، وبتكون الفرقه قدرت توصل لمكانه وبيبداوا يمشوا وراه وبيتتبعوه، وفي نص الطريق بيلاقي عربيه عطلانه فبيقف عشان يشوف ايه اللي موجود يعني، وبتكون واحده من الفرقه وبتقول له ان العربيه بتاعتها عطلت وكمان الموبايل بتاعها فصل ومش هتعرف تتصل بالميكانيكي، وبتقول له ايه ممكن توصلني، فبيقول لها ماشي، وبتخش البيت عنده بحجه انها تشحن الموبايل، وبتقول له انها اتصلت بالفن بتاع الصيانه وانه مش هيقدر يوصل غير بكره، فبيقول لها عادي ممكن تفضلي هنا من النهارده مش مشكله. وفي الوقت ده بقيت اعضاء الفرقه بيكونوا عرفوا مكانه بسبب ساندي، والقناص بيضرب عليه من بعيد لكنه بيشوف الليزر وبيقدر يتفادى الطلقه في اخر لحظه، وبينزل على الارض والقناص بيفضل يضرب عليه وهو تحت السرير لان كل ما يتحرك حركه ساندي بتقول له عليها وبيعرف مكانه، فهو طبعا بيروح ماسك الفأس وحادفها في نص دماغها ومخلص عليها. فبيروح بقيه الفرقه داخلين البيت بسرعه لكنهم ما بيلاقوش القيصر موجود، والقناص بيقعد يلف ويدور عشان يدور عليه، لكن القيصر فجاه بيظهر من ورا ظهره وبيروح رقعه طلقه في نص دماغه ومخلص عليه هو كمان، وبيروح شايل المعلم وبياخد مكانه من على القناصه عشان يصطادهم هما في البيت بتاعه، وبيكسر المصابيح اللي في البيت وبيشغل الرؤيه الحراريه عشان ما يشوفوش حاجه ويقدر يقتلهم بسهوله، فبيروحوا مولعين شماريخ عشان يزودوا الحراره في البيت وما يقدرش يشوفهم. وبعدها البنت بتقعد تتكلم معاه على التليفون عشان تشتته عن صاحبها اللي خرج عشان يدور عليه بره ويقتله، وفعلا صاحبها ده بيوصل له عند القناصه وبيروح ضارب عليه نار، لكن فجاه بيظهر من وراه وبيروح ضربه طلقتين في رجله هو كمان وطلقه في دماغه، وبيتضح ان هو كان حاطط جثه صاحبهم على القناصه كتمويه. والبنت طبعا بتبدا تترعب لانها عرفت ان هو موته، وبتترعب اكتر لما الشمروخ بيتطفى لان كده خلاص مكانها بقى مكشوف، وبتستخبى ورا التلاجة لكنه بيعرف مكانها عن طريق نفسها وبيروح ضاربها طلقة في التانية وبتقع على الأرض وبتموت، وبكده خلاص بيكون خلص على كل الأعضاء بتاع الفريق. وبيدور في جيوبهم على امل ان هو يلاقي حاجه توصله للي بعتهم، فبيلاقي رقم اوضه في فندق فبيروح هناك وبيلاقي واحده وبيكون مغمى عليها بسبب الجرعات الزياده بتاعه المخدرات، وبيبقى ماشي خلاص لكن البنت بتقعد تهلفط وتقول ان في واحد سرق بنت وان في بنت اتخطفت ومش عارف ايه، فساعتها القيصر بيتجن وبيعرف ان هم خطفوا كاميل وبيروح بسرعه على بيتها، بس هو ما بيلاقيهاش هناك وبيلاقي البيت كله متدمر وشكلها طبعا اتخطفت.
فبيرجع الفندق تاني بسرعه للبنت لكنه ما بيلاقيهاش هناك، وبنروح لبلوت وبيكون متعصب جدا ان الفريق ما عرفش يخلص عليه. ففيفيان بتقول له يا اسطى ادفع ال 8 مليون دولار لان لو ما عملناش كده هيموتنا كلنا. وبعدها القيصر بيروح لواحد صاحبه كان شغال معاه في نفس الشركه وبيساله لو تعرف حاجه، فصاحبه بيقول له ان هو ما عندوش معلومه مؤكده بس هم غالبا هيكونوا بيعينوهم في القصر بتاع بلوت. فالقيصر بيقوم وبيسلم عليه عشان يمشي، لكن صاحبه ده بيروح مخدره وبيروح رنن على فيفيان عشان تيجي تاخده. وبعد فتره القيصر بيصحى وبيلاقي نفسه متعلق وبلوت بيقعد يعذب فيه وبيتعامل معاه ان هو كيس ملاكمه، وبيقعد يوري له صور لكاميل وان هو بيعذبها وهيخلص عليها هي كمان. وبعدها بيكون عدى 3 ايام من التعذيب بيكون بيعذبه في مره وبيروح خبطه بالسكينه فبتتكسر جوه بطنه وبيروح سايبها وماشي، ودي طبعا بتكون اكبر غلطه عملها. وتاني يوم الحراس بيجوا عشان يكملوا تعذيب فيه، لكنه طبعا بيكون فتح القفله عن طريق حته الحديده اللي اتكسرت من السكينه في بطنه، وبيعمل نفسه نايم، واول ما الحارس بيقرب منه بيمسكه وبيكسر ايده وبيمسك التاني وبيكسر رجله وبياخد منه المسدس ويبدا يصفي كل الناس اللي موجودين في الاوضه. وهو في طريقه للخروج بيقتل كل اللي بيقابله وبيفجر دماغهم وبيكسر عظمهم وكل واحد طبعا بطريقه مختلفه لحد ما بيخلص عليهم كلهم وبيخرج من المكان. وبيروح لواحده هو كان عارفها وبياخد منها الموبايل وبيرن على فيفيان وبيقول لها ان هو يعمل معاها صفقه وهيسلم نفسه مقابل انهم يسيبوا كاميل، وبيروح قافل الخط معاها، لكن بلوت طبعا بيبقى متخلف وعاوز يقتلهم هما الاثنين. وبعدها بنشوف القيصر وهو نايم وبيحلم بنفس الكابوس اللي بيحلم بيه من اول الفيلم، وبيصحى مفزوع وبيكون كل جسمه عليه شاش بعد ما صاحبته خيطت له جروحه، وبيقعد شويه لحد ما بيكون بدا يتعافى وبيجهز الاسلحه بتاعته وبيحطها في العربيه وبيمشي، وبيرن على فيفيان وبيأكد على الاتفاق، وبتكون هي في الوقت ده قدرت تحدد المكان اللي هو التقريبي بتاعه يعني، بس هي على العموم بتروح مجهز الرجاله بتاعتها وبيطلعوا على الموقع اللي هو وصل لهم. وفي الوقت ده القيصر بيكون وصل للمكان اللي هينفذ فيه الخطه بتاعته وبيحط الاسلحه وبيجهزها وبعدين بيرن عليها تاني، وبيقعد يطول معاه في المكالمة عشان يقدروا يعرفوا مكانه بالظبط، بس هو طبعا ما بيقولهاش كده وبيقول لها ان الصفقة هتتم بكرة الساعة 9. فبتقول له ماشي وبتقفل الموبايل وبتفكر انها خلاص كده ضحكت عليه وبتطلع على الموقع اللي هو قاعد فيه، وبعد شوية بتوصل له لان هي كانت زميلته من زمان، فبيقول لها ان احنا نعرف بعض من فترة طويلة عشان كده انا هديك فرصة تمشي من المكان هنا على قيد الحياة. فبتقول له ان انت وصلت لطريق مسدود وخلاص وصلت للنهاية وان اللي انت فيه ده كله بسبب غلطتك، وبتروح سايباه. فبيروح حاطط السيجارة بتاعته على العربية والرجاله بتاعتها بيكونوا رايحين ناحيته وبيصوروا الموضوع بالكاميرات عشان بلوت يبقى شايف كل حاجه. وفجاه القيصر بيروح رافع ايده وبيكون لابس قفاز عشان يوجه كل الاسلحه اللي موجوده في المكان، وفي لحظه واحده حرفيا كل الرجاله بتبقى على الارض لان الرصاص بيجي لهم من كل حته. وبعدها لان القيصر طبعا فاجر بيروح ساحب السيجاره بتاعته من على العربيه وبيقعد يكمل فيها وبيطلع المسدس بتاعه وبيخلص على اي حد لسه فيه النفس، وبيقف قدام فيفيان وما بنعرفش عمل معاه ايه، بس هو غالبا مش هيموتها عشان الوقت اللي كان بينهم زمان والكلام ده. وبعدها بياخد العربيه بتاعته وبيروح ناحيه القصر بتاع بلوت عشان يرجع كاميل، وبلوت بيقعد يقول انا هقتله وهخلص عليه وبتاع لانه فاكر ان رجالته هتحميه، بس اول ما القيصر بيوصل القصر كل رجالته بيسيبوه وبيمشوا لانهم عارفين انهم لو قرروا يقفوا ضد القيصر يبقى حكموا على نفسهم بالاعدام. وبرضه القيصر ساعتها بيلاقوهم ماشيين بيسيبهم في حالهم وما بيموتش حد فيهم لان هي دي طبعا اخلاق الشغلانه يعني. وبعدها خلاص بيكون داخل على مكتب بلوت فبياخد الفأس الجميله دي وبيدخل لبلوت جوه، فطبعا بلوت بيروح ماسك له السيف العبيط بتاعه وبعد ثانيتين ثلاثه بنلاقي دماغه طايره من الشباك، ودي نهايه متوقعه يعني. وبعدها القيصر بيخرج وبيدي الفأس للسكرتيره بتاعته بتاعه المكتب، وبيطلع على الاوضه اللي كمان متخدره فيها وبيفك الانابيب دي وبياخدها وبيمشي وبيوديها البيت وبيفضل يهتم بيها لحد ما بتتعالج. وركز بقى دلوقتي لان دي هي الحته اللي هتربط لك الخيوط كلها ببعضها وهتفهمك ايه علاقته بكاميل وليه هو مهتم بيها من الاول وايه الكابوس اللي بيجيله وكل الكلام ده. وبعدها بيصحى من النوم وبيكون في ورق متجمع ومحطوط على السرير وبيكون بيحكي عن عيله اتقتلت كلها والناجيه الوحيده بتكون بنتهم الصغيره، وبيتضح طبعا ان البنت الصغيره دي هي كاميل. وكمان بنشوف ان التبرع اللي هو كان بيتبرع به ب 200,000 دولار كل سنه كان بيروح لكاميل عشان تعيش كويس وعشان تكمل دراستها. وفي اللحظه دي كاميل بتقوم وبتمسك المسدس وبتثبته وبتعمل فيه نفس الكلام اللي هي قالته عليه في المطعم في اول الفيلم عن انها اول ما هتشوف الراجل اللي دمر حياتها هتثبته بالمسدس وتقول له ازاي هو دمر حياتها، وفعلا بتعمل كل الكلام ده وبتقول له يقعد فبيسمع الكلام، وبتقول له انها كانت بتشوف كل الكوابيس بتاعتها وانها كانت بتتمنى لو كانت ماتت في نفس اليوم بتاع الحادثه، وبتقول له انها عرفت لما وصلت لسن ال 21 ان في حد كان بيدفع كل المصاريف بتاعتها وفلوس الكليه والجامعه اللي هي دخلتها، وانها قدرت تتتبع الفلوس ومكان التحويلات لحد ما وصلت له. وانا هحاول بالراحه اشرح لك هو كان حاسس بايه وهو واقف قدامها، بيبص لها وبيكون زعلان عليها وعلى اللي عمله في عيلتها، وبيبقى قاعد مسلم وبيكون عاوزها تقتله عشان ما عادش يحس بالذنب، بس هي فجاه بتقعد تعيط وما بترضاش تقتله وبتتفق معاه انهم يدوروا على الشخص اللي ادى الامر بقتل ابوها. وبكده بينتهي الفيلم. سلام.